قرية كفرتة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، تبعد عن مصيف سلمى حوالي 5 كيلومتر. عدد سكانها أقل من 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. معظم سكانها يعملون بالزراعة، ومن عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. موشان أي أنهم قدموا من مدينة أو منطقة موشان الكردية الكردستانية في شمال كردستان بين قوسين تركيا. وكيخية، كيخية أي رب الشمس أو إله الشمس، لأن كي هو الآن نطلق كي على الشخص ذو المكانة العالية، وخي خو أي الشمس. الكثير من قرى الجبل في قسم اللاذقية تعرضت للقصف الهمجي من قبل نظام الأسد، لذلك تم تدمير الكثير من قراهم، وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لإعادة بناء قراهم وأن يعودوا بعد أن تهجروا. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون لأهلنا هناك وإعادة إعمار قراهم كي يعودوا إلى قراهم سالمين. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، أن يعلموها لأولادهم، أن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، علينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية كفرتة.